يلا نجاوب على السؤال. بعتولي كتير قوي عشان اجاوب عليه. في ناس بعتت تقول لي هي كده ما بتحبوش، في ناس بعتت تقول لي طب وعلى ايه يا عمي، خد اللي يرضيك. في ناس بعتت تقول لي طب انا منطويه كده اعمل ايه، خلاص ما فيش حد هيبص لي. انا النهارده عايزه اتناول الموضوع ده من 3 جوانب وافيه شافيه، ما يبقاش عند اي حد منكم تساؤل. اول حاجه، سؤال واضح جدا، ازاي اعرف ان شخصيتها انطوائيه او شخصيته انطوائيه ولا ما بيحبنيش؟ اول حاجه، ما ينفعش يبقى الشخص ده معايا انا بس مش عايز يتكلم في التليفون، بس مع الناس كلها بيحب يتكلم في التليفون. ما ينفعش الشخص ده يبقى ما بيعبرش عن حبه باي وسيله، ولا كلام ولا هدايا ولا سمعان كلام ولا عياط لما تزعله ولا اي حاجه من الحاجات دي. لازم الشخص ده يكون منطوي مع الكل، يعني مش بيخرج او بتخرج مع اهلها 24 ساعه وتيجي عندك انت وتعطل. مش هتلاقيه او تلاقيها بيحب يصادق الاذر جندر، او ست ما تحبش تصادق راجل والراجل ما يحبش يصادق ست، ده كده مش انطوائي خالص. لازم لما انت تتكلم معاه او تهاجمه او تشتكيله تلاقيه مش عارف يرد، مش لسانه قد كده مترين ويقعد بلا 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 وانت فيك وفيك، ده كده مفيش انطوائيه، ده كده انت بتحبنيش او كده انت انانيه. لازم الانطوائي ده بيكون بيسمع كويس قوي، بيحبك تحكي له، ممكن تقعد تحكي له ساعه ما يزهقش منك، ودايما هتلاقيه بيطبطب. يبقى كده انا ممكن اقول الشخص ده منطوي، وبالتالي ده يخلينا نروح على النقطه الثانيه. مهمه قوي بقى السؤال ده، انا بحبه؟ انا عندي الطاقه ان انا اصبر عليه؟ طب سؤال تاني، هو اصلا العلاقه دي ممكن تنجح؟ الناس اللي دخلت تقول يسيبها واللي دخلت تقول يسيبني، لا، العلاقه دي ممكن تنجح. ليه بقى؟ لان الشخص اللي بيحب الناس وبيحب الخروج وبيحب يبارتي وبيحب يتكلم كتير ده محتاج بلف، محتاج حد كده يقول له تعالى. الشخص ده برضو مش اصح حاجه في الكون، لا، ما هو برضو محتاج ينقي اصدقائه. فالشخص المنطوي هيساعده يقعد في البيت اكتر، هيساعده يغير اهتماماته، هيضيف له اهتمامات جديده زي القرايه، زي الفرجه على مثلا دوكيومنتريز، زي الفرجه على التلفزيون، زي الحميميه في البيت، زي انه يبدا شويه يفكر في مستقبله. كمان الشخص الانطوائي مخلص جدا وبيعشق ويقدس الحياه الزوجيه. الشخص الانطوائي بيطور دايما من اولاده، يعني تلاقيها مش أنانية كده، لا، معطاءة جدا، عايزة تاخد ولادها تمرين سباحة وتمرين كورة وعربي وانجليزي وكل حاجة، لان هي عايزة ولادها دايما يطلعوا حاجة كويسة، مفيش ديستراكشن. فالشخص الانطوائي ده مش شخص يستحق كده ان احنا نرميه في الزبالة او نقول عليه انه مش نافع، لا بالعكس، لكل فولة كيال. بس اهم حاجة انا بحبها او انا بحبه، عشان نعرف نعمل النقطة الثالثة. طيب ثالث حاجة بقى، اعمل ايه واتعامل ازاي عشان اقدر اكون مبسوط مع الشخص الانطوائي؟ اول حقيقة لازم تعرفها عن الشخص الانطوائي انه مش حابب الانطوائي، وانه غالبا عانى من تنمر كتير، وانه غالبا سمع شكوتك دي من 1000 بني ادم قبل كده. فالانطوائي من كتر ما هو الناس بتقعد تقول له اتغير اتغير، انت لازم تتكلم، انت لازم تعمل، فهو وصل لقناعه داخليه عشان يعرف يبقى ستيبل ومرتاح ان اللي عاجبه على كده عاجبه، مش عاجبه على كده لا. فهنا بيجي الشخص او الشابه تقول للانطوائي اتغير عشاني، يقول لها انا مش هعرف اتغير، تقول لك ده اناني وما بيحبني. يبقى الشخص الانطوائي اديله احساس ما دام بتحبه ان انت متقبله زي ما هو، بلاش نقد، بلاش اتغير. تاني حاجه، يعني عيش معاه كده ما انا مش مبسوط، لا. تاني حاجه بقى هقولها لك، الشخص ده ما عندوش آلية التغيير. لو هي راحت مثلا لواحده زيي او لغيري اي متخصص هيقول له الآليات، لكن انت ما تقدرش تروح تقول لها ايه روحي كلمي اسراء عثمان تقول لك تعمل ايه، وبالتالي انت ما عندكش حل غير ان انت اللي تبقى الكوتش. فانت هتعمل ايه بقى؟ حبيبتي تعالي نقعد، رقم 1 انت محتاجه مني ايه؟ ايه اللي انا مضايقك فيه عشان تبقي مبسوطه معايا بشخصيتي دي؟ عايزه ايه؟ هتقولك مثلا انا ما بعرفش اخرج مع اصحابك، على سبيل المثال يعني ما بعرفش اخرج مع اصحابك 4 مرات في الشهر، انت عايزني اروح مثلا لاهلك او عايزني كذا او عايزني كذا. هنا هنقف بقى ونقول ايه؟ طيب ايه رايك نخليهم مرتين؟ وبعدين بقى انا بقى عايزه اقولك انا محتاج منك ايه. محتاج ايه يا سيدي الناس؟ محتاج اتدلع شويه بالطريقه الفلانيه، يعني بحب اسمع صوتك بالليل قبل ما انام،
ممكن حبيبه قلبي تخلي اليوم كله يا ستي شات، انت بتحبيش تتكلمي، بس بالليل قبل ما ننام نتكلم شويه. طيب احب ان انت تقولي لي اسم دلع، نقي لي كده اسم دلع، مش عايز اسمع منك احمد ومحمد، انا عايز اسمع كده اسم خاص بينا احنا الاتنين. ماشي. طيب وامثله كتير قوي. طب لو لقيت الطرف اللي قدامك مش راضي، يقولك لا انا مش هعرف اروح، يبقى انت في المكان الغلط. يبقى الشخص ده مشكلته اكبر بكتير من انه انطوائي، يبقى انتوا مش متفاهمين، ويبقى هنا احسن حاجه ان انتوا تنفصلوا قبل ما الفاس تقع في الراس. بس اكرر تاني، كل اللي انا قلته ده ملوش اي معنى لو انت مش شايف ان مشاعرك ومميزات الشخص ده تستحق ان انت تتعب معاه. هتاخد وقت، بس بعد كده هيحصل برمجه. هي خلاص بقت تقولك سويت هارت، خلاص بطلت تقولك احمد، هي بقت تتعود انها كل يوم تتكلم معاك، ما بقتش زي زمان. فمع الوقت هتفضل تزود شويه لحد ما انتوا الاتنين تقربوا المسافات. وخليك عارف، عمرك ما هتخلي الشخص الانطوائي شخص اوت جوينج، عمرك ما هتخلي البنت اللي بتتكسف بنت جريئه وبجحه. فلازم تبقى عارف كويس قوي ان ده طبيعه الشخص اللي معاك، ولازم تبقى عارف كويس قوي ان انت هتقابل في الحياه ناس النقيض. ما تجيش ايه بقى عين في الجنه وعين في النار، لان كل حد له مميزاته وله عيوبه. ممكن البنت اللي بتحب تخرج كل شويه تصرفك دم قلبك، ممكن كمان تبقى مش ست بيت، ممكن ما تاخدش بالها من ولادك. فانت لازم تعمل الموضوع كباكج وتستقر، انا خدت قرار فانا هنجحه. يا اما من البدايه ما يبقاش لا تتعبها ولا تتعبك، واحنا في فتره خطوبه كده كده بنجرب. والله بعد كل المباحثات والكلام مفيش تغيير، يبقى ما على الرسول الا البلاغ. خلاص يبقى كده انت اتاكدت بالدليل القاطع ان العلاقه دي ما تهمنيش. وخد بالك من حاجه، مميزات الانسان لنفسه، برجع اقولها تاني، من بيئه ومن عيله وتخصصه ودكتوره وكل الكلام ده لنفسها، هي هيبقى اسمها منى الدكتوره، لكن انت هتاخد ايه من منى؟ هو ده المهم. اشباعك انت ايه من منى؟ هو ده المهم. فبلاش نبص للطرف التاني بعيون الاخرين، بلاش نحط معايير رضا الاخرين عن اختيارنا، وكده انت مختار واحده كده والكلام ده بلاش تحطه خالص في اختيارك. مفيش حد هيعيش اللي انت هتعيشه، ويوم ما هتروح تخونها هتبقى خاين. فلازم تبقى مقتنع 100%. اما بقى لو انت بنت سمعتي الستوري دي وقلتي انا منطويه، فانت تقدري تتحسني عن طريق متخصص. ارجعي لي او ارجعي لغيري يقول لك الاليات، ولا اعتقد ان يعني كثير منهم يعني يقدر يعمل كده، بس تقدري تتعلمي الانوثه، تقدري تتعلمي الاليات اللي تقدر تخليكي تطلعي بره منطويه المتزنه. مش هتبقي مجنونه وجريئه ومش عارف ايه، وانت اصلا مش المفروض تبقي عايزه كده. خليكي فاهمه كويس قوي ان انت معتزه بشخصيتك، زي ما انا قلت، شفتي اللي بيحبك هيتعب ازاي عشانك، خلاص اعتبري ان دي نعمه من ربنا عشان تفلتري.